تخيل تكون في عز وحدتك والدنيا بتقفل عليك، وفجأة تلاقي رسالة جاية من فوق بتقولك أنا شايفك ومش ناسيك. ده اسمه الأمل، وده اللي بيعيشك وقت ما تحس إنك انتهيت. لما تحس إنك تايه في لحظات في حياتك، بتحس إنك ماشي لوحدك، كل باب بتخبط عليه بيتقفل، وكل صوت جواك بيقولك مفيش فايدة، ارجع ورا. بس الحقيقة أوقات كتير ربنا بيسمح بالتوهان علشان تتعلم تسلم له الدفة. الأمل مش إن الطريق يكون سهل، الأمل الحقيقي هو إنك عارف إن في حد شايفك حتى وإنت مش شايف نفسك. كلنا بنضيع أوقات، بس في وسط الضياع دوا فيه دايما نور بسيط جواك بيقولك ما تستسلمش، دي مش النهاية، النور ده هو الأمل. إله الرجاء يملاكم من كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء قوة بالروح القدس. التوهة مش نهاية، التوهة بداية لرحلة أعمق مع ربنا، وربنا عمره ما بيسيب حد تايه ويدور لوحده، بس محتاج تمد إيدك وتقوله أنا مش قادر، ساعدني. فاكر آخر مرة حسيت إنك تايه؟ اكتب لي في تعليق وقول لي أنا مش لوحدي، أنا متكل على ربنا. لو حاسس إن الكلام ده لمس قلبك، شاركه مع حد يكون محتاج يسمعه، يمكن يكون سبب في قيامته من تعبه. لما تحس انك ضعيف ومكسور ولسه ربنا شايف فيك الخير، ممكن توصل لمرحلة تحس فيها انك فقدت كل قوتك ومش قادر حتى تقوم من على السرير، وبتعيط من غير ما حد يكون فاهمك، وكل اللي جواك مكسور وساكت. بس ربنا ما بيبصش على ضعفك زي الناس، ده بيشوف في ضعفك فرصة لعمله، وفي كسرك باب يدخلك منه ويشفيك. كلنا بنتكسر، بس الفرق ان فيه ناس بيتكسروا بايد البشر، وفيه ناس بيسيبوا ربنا يكسرهم علشان يبنيهم من جديد. لما حلمك يضيع وتلاقي رجاء جديد من حيث لا تتوقع. الحلم لو قعدت سنين تبنيه وانهدم في لحظة، والمجهود راح والدنيا قالت لك خلاص انتهت القصة، بس ربنا عمره ما بيقول انتهت إلا لما يكون هيبتدي من أول وجديد. يمكن يكون الحلم مات، بس الرجاء لسه حي، واللي من عند ربنا دايما أجمل بكتير من اللي احنا بنتصوره. لما الكل يبعد عنك وتكتشف ان ربنا هو اللي بيقرب، ممكن الناس تسيبك وأقرب حد منك يبعد، وأكتر قلب كنت مطمن له يتغير. بس في اللحظة دي بالذات ربنا بيقرب أكتر من أي وقت فات، وبيقعد جنبك في سكاتك ويسمعك وانت ساكت، وبيطبطب عليك من غير ما تقول. لما تبقى غرقان في همك وتلاقي السلام جواك، مش دايما السلام بيجي من الظروف، أوقات كتير بيجي جواك رغم كل اللي حواليك، وتحس انك في وسط العاصفة بس قلبك هادي. تعرف ليه؟ لان ربنا ماسك ايدك، واللي ماسك ايدك بايد ربنا حتى لو الدنيا غرقانة حواليه هو عايش بسلام. لما يبقى عندك مليون سؤال وربنا يديك اجابة واحدة تكفيك، ليه يا رب؟ فينك؟ هو انا اتنسيت؟ أسئلة كتير بتدور جوانا ومفيش إجابة، ولكن وقت ما ربنا يرد بيكفيك بنظرة، بكلمة، بلحظة تخليك تقول أنا آسف، كنت غلطان إني شكيت فيك. لما تبكي بالليل وتصحى الصبح تلاقي قوة جديدة. ربنا عنده وعد، في المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنيم. الليل مش دايم، والدموع ليها وقت وتنتهي، بس الصبح بيجي والنور بيرجع، والقلب اللي تعب بيرتاح. لما تحس انك فاضي من جواك وربنا يملأ قلبك بمحبة حقيقية، اوقات كتير نحاول نملى نفسنا بحاجات من بره، ناس، نجاح، علاقات، شهرة، بس بنفضل نحس بفراغ. الفراغ ده مش بيتسد غير بحاجة واحدة، هي محبة ربنا. مش أي محبة، محبة تديك إحساس إنك ابن غالي، مش مجرد رقم في الدنيا. لما تفشل مرة ورا التانية وتلاقي ربنا بيقولك قوم تاني، أكتر كلمة بنحتاج نسمعها وإحنا في الأرض قوم، أنا لسه شايف فيك رجاء. الناس ممكن تقولك فشلت كتير خلاص، ولكن ربنا بيقولك كل مرة بتقع فيها أنا موجود وشايلك. مفيش سقطة أعظم من نعمة ربنا اللي شايلاك فيها. لما تبقى في آخر الطريق وتلاقي باب جديد بيتفتح، تحس انك خلاص وصلت للنهاية، كل حاجة اتقفلت وكل باب اترفض، ولكن ربنا مش بيقفل كل الأبواب غير لما يكون مجهز لك باب خاص بيك، باب مش أي حد يخش منه، باب معمول على قدك وفيه الأمل اللي تستحقه.
لما تكون حاسس انك وحيد وتكتشف انك مش لوحدك. الوحدة مش في غياب الناس، الوحدة الحقيقية هي لما تحس ان محدش فاهمك، بس حتى اللحظة دي في حد دايما شايفك وسمعك وحاسس بيك. إلهك مش بينساك، مفيش لحظة عديت فيها إلا وكان فيها معاك. لما تلاقي كلمة من الإنجيل تقلب حياتك، كلمة واحدة من ربنا ممكن تشفيك، تريحك، تغير لك طريقك كله. آية بسيطة تقولها في وقت في وجع وتحس إنك لقيت المفتاح اللي كنت بتدور عليه طول عمرك. ربنا بيتكلم بس محتاج قلب بيسمع. لما تقول لحد في حياتك، لما يجي حد في حياتك ويكون سبب نور، فيه ناس ربنا بيبعتهم مش صدفة ويبقوا زي الملايكة في وسط العتمة. كلمة منهم ترجعك لطريقك، ولمسة تطيب جرحك، وجودهم نفسه أمل في حياتك. دي مش ناس، دي رسائل من السماء. لما تتعب كتير وتفهم ان التعب مش نهاية الرحلة، اوقات بتتعب وبتفكر ان ده عقاب، ولكن التعب احيانا هو تجهيز، زي الطين قبل ما يتشكل علشان في الآخر يطلع تحفة. وانت كمان ربنا بيجهزك لحاجة عظيمة. لما تحب ربنا حب بسيط وتلاقيه بيرد بحب كبير. وقلت له في مرة يا رب أنا بحبك من غير كتر كلام، ولقيته بيرد عليك بسلام، براحة، بباب مفتوح. محبة ربنا مش محتاجة تعقيد، يكفي انك تقوله من قلبك انا راجع لك، مش عايز ابعد عنك تاني. لما تقول انا مش قادر وتلاقيه بيشيل عنك الحمل. كلنا في لحظة بننهار بنقول مش قادر، بس في اللحظة دي بالذات بتكتشف انك مش لوحدك. ربنا بيشيل معاك وبيسندك لحد ما تقوم على رجلك من جديد. لما تفتكر كل الخير اللي عمله معاك زمان، لو نسيت دلوقتي ارجع وافتكر المرات اللي ربنا أنقذك فيها، المرات اللي فتح لك فيها الطريق، المرات اللي حضنك فيها وانت مش واخد بالك. اللي عمله قبل كده هيعمله تاني وأكتر. لما تدي من جواك وتلاقي ربنا بيعوضك بزيادة. أحيانا تدي من وقتك ومن مشاعرك ومن فلوسك وانت مش منتظر حاجة، لكن تلاقي السما بترد مش بنفس الحاجة انما اعظم منها بكتير. لما تصلي وانت مش عارف تقول ايه وربنا يفهمك. في صلوات ما بتطلعش بكلام بس بتطلع من القلب، دمعة، تنهيدة، نظر للسما. ربنا بيفهم كل ده وبيترجمه لنعم وبيبعته على شكل امل جديد. لما تحس انك وصلت وتعرف ان دي كانت اول خطوة بس، افتكر انك خلاص وصلت، ولكن ربنا بيشوف لك ان الرحلة لسه في اولها، وانك لسه هتشوف خير كتير ونعم اكتر وفرح اكتر، وكل نهاية في نظرك هي بداية في نظر السماء. لما كل الناس حواليك بتقولك انسى مفيش فايدة ده خلاص اتحكم عليه، بس في صوت واحد هادي بسيط جواك بيقولك ما تخافش، انا هو لا تخاف. ده صوت المسيح اللي وقت ما الناس بتقفل هو بيفتح، وقت ما الكل بيمشي هو بيقعد جنبك، وقت ما الكل بينساك هو بينادي عليك بالاسم. الامل مش صوت عالي، الامل هو الهمسة اللي بيهمسها ربنا لقلبك في عز الليل. لما نفسك تكون حد تاني، فيها أوقات بنتمنى نبقى حد تاني، نعيش حياة تانية، نهرب من ضعفنا. بس عارف ربنا مش بيحب النسخة المزيفة منك، هو بيحبك زي ما انت بكل ضعفك، خوفك، قلقك. المسيح جه مش علشان ياخد منك ضعف، لكن علشان يحوله القوة. تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. الأمل مش انك تبقى قوي، الأمل انك تبقى ضعيف ومعاك القوة. وأوقات كتير بتقول لنفسك راحت عليا والعمر بيجري والحلم ضاع، بس بص في الكتاب إبراهيم جاله الوعد وهو شيخ، موسى بدأ خدمته وهو عنده 80 سنة، والصليب حصل في آخر لحظة بس كان بداية للقيامة. الله مش مربوط بوقت، الساعة بتاعت ربنا دايما مظبوطة حتى لو حاسس إنها متأخرة. والأمل هو الإيمان إن مفيش حاجة اسمها راح الوقت عند ربنا. لما تلاقي النور في آخر السكة، كل ضلمة بتعدي حتى أطول ليلة لو لسه ماشية في النفق، وصدقيني فيه نور في آخره، وفيه إيد بتسندك، وفيه قلب بيحبك، وفيه صوت بيناديكي قومي استنيري لأنه قد جاء نورك. الضلمة مش نهاية، هي بس مرحلة، والأمل هو إنك تكملي المشوار حتى وانتي مش شايفة غير خطوة واحدة. صلي له من كل قلبك وقول له يا رب ياما تعبنا وخوفنا وضعفنا، ياما حسينا ان الطريق مقفول،
والقلب مكسور، بس في كل لحظة ضلمة انت يا رب كنت النور. يا يسوع ادينا امل من عندك، املانا برجاء جديد، ساعدنا نصدق اننا مش لوحدنا وانك شايف وبتحضر حتى لو احنا مش فاهمين. يا رب احنا بنلمسك في كل لحظة ضعف، في كل حلم مات وكل باب مقفول، واثقين انك اله، الاله اللي بيحيي وبيفتح وبيكمل. امين لمجد اسمك.